بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا صباح الخير عليكم. النهاردة بإذن الله قمنا الصبح هنعمل ايه؟ حيرة كل يوم. جبنا النهاردة البولة بتاعتنا وفكرت فكرة كده حلوة. هنعمل فطاير كده سريعة وجميلة بأي حشوة عندك، بأي حشوة. أي حشوة عندك اعملي بقى. لو حتى بصي معلقتين سكر، لو بتتساوي هتهرسيها، لو اي حاجه حته جبن اي حاجه. المهم احنا عندنا العجينه بتاعتنا. نبدا كده بسم الله ونقول عملنا ايه مع بعض. احنا جبنا هنا كوبايه ميه، ميه من الحنفيه، ميه عاديه خالص. وجبنا باكو خميره، حتى ما حطيتش الباكو كله لان انا هعمل 3 كوبايات ونص، يعني نص كيلو دقيق. 3 مجات ونص، مج الشاي العادي. وجبنا هنا باكو خميره بقى، ما حطيتوش كله، حطيت منه حوالي يعني معلقه صغيره كده. وقلت ايه على ما نشوف ورانا ايه ونعمل نروق بقى بيتنا وكده، يكون خمر، تكون يعني الولاد صحهم ونعمل لهم ايه حاجه كده فطاير سريعه للفطار. الخميره مع 3 معالق كبار زيت كده، كنت برضو حطهم جنبي كده، 3 معالق كبار زيت والخميره والسكر، ومعلقتين كبار سكر، وكوبايه ميه دافيه. مش ميه دافيه من حنفيه عادي لان الجو حر زي ما انتم شايفين. دوبنا بقى كل حاجه. بصوا احنا هنا ندوب الاول الخميره تدوب خالص هي والسكر. هنا بقى انا جبت المج اللي هعاير به الدقيق. الدقيق بتاعي منخول. العلبه ديت على طول عندي، ما بتخلاش من الدقيق يا حبايب قلبي. ما بتخلاش، على طول عندي الدقيق فيها منخول. ده دقيق اسمر، ده دقيق اسمر، وعندي برضو دقيق ابيض يعني، بس انا قلت لا انا هعمل دقيق اسمر معاكم وهتشوفوا النتيجه. وزي الفل، ومش يعني بسم الله ما شاء الله النتيجه هتبقى في الاخر هايله. لان الدقيق يعني مش تقولي لا انا هجيب دقيق اسمر واكل دقيق ابيض واجيب الدقيق احسن نوع وعشان يبقى يطلع حلو، ولو مش عاش لا بصي اي نوع عندك ده دقيق اسمر. جبت نزلت بكوبايه الاول كده، وقلبتها كده مع المكونات بتاعتنا اللي حطيناها، الدقيق والبتاع اللي هو الزيت والخميرة والمية والسكر. وهننزل بقى بمعلقة صغيرة ملح، كنت نسيت احطها، هحطها دلوقتي. معلقة صغيرة خالص يعني على طرف المعلقة كده ملح، انا كنت نسيت احطها، هنيجي دلوقتي نحطها كده مع بعض ما يجراش حاجة. لازم عن الملح يا حبايب قلبي لازم، عشان ما يبقاش ايه، يبقى العيش بتاعنا حلو كده وكل حاجة فيه. خلاص انا بصور، معلش يا حبايبي انا كده انا ماسكه التليفون بايد وكده بقى ايه بعجن بايد. فمعلش انا ببقى افصل علشان ايه اعرف كده اتملك في العجينه واعجنها حلو. انا كده خلاص يا حبايب قلبي، ال3 كوبايات ونص كده حطيتهم، وهتبقى زي الفل زي ما انتم شايفين. خليكم معايا كده للنهايه. دقيق اسمر. ليه؟ عشان انا يعني انا بحب الدقيق الاسمر حلو، يعني عشان انتوا عارفين انا ما بحبش يعني الدقيق الابيض بعمله، بنعمله على طول كتير، بس انا عشان اوريكم الدقيق الاسمر بيبقى حلو في اي حاجه، يعني مش تقولي لا انا مش هينفع، لا كل حاجه بتنفع. هنا انا غطيت عليها كده بكيس او استريتش او عندك او فوطه او حاجه اما خمرت معانا. وجت هنا قطعتها كده. طبعا انا بفصل علشان انا بمسك التليفون بايد، وبعدين ما اعرفش بقى اقطع العجين بايد واحده. جيت برضو انا قطعتها وسبتها ترتاح شويه. وبعد ما ترتاح كده هنفردها بقى مع بعض، واي حشوه عندك هتحشي بيها. انا كنت انا اول واحده عملتها، يعني اول واحده قطعتها كده هنجيبها نفردها. وبعدين انا كنت عامله بطاطس هرساها، حبيت بطاطس كده جبتها سلقتها وهرستها وحطيت عليها معلقه زعتر وحبه توم مفرومين كده، حوالي 5 فصوص توم كده مفرومين، وزعتر وفلفل اسمر فقط لا غير. لو عندك بقى بقدونس او كزبره خضراء او حاجه قطعي كده ورقتين وحطهم معاها، ولكن ما فيش يعني اي حاجه، الموجود بنعمله. هنقفل بقى، احنا كده فردناها وهنقفلها بقى على البطاطس كده. البطاطس اي حشوه عندك، لو حتى ربي بصي حته جبنه اي حاجه احشي بيها واعملها كده للولاد الصبح على كوبايه شاي او كوبايه نسكافيه او كوبايه لبن. وحلو، ولو هياكلوها كده جميله جميله، وبتبقى كده يعني بتفتح النفس. وهنا بقى هنعمل بقى بالسكر، يعني واحده بالسكر واحده بالبطاطس. هنحط المعلقه اللي معايا دي صغيره، مش تقول انا حطيت معلقتين كبار سكر، لا ده هما معلقتين صغيرين خالص. بحطها كده جوه جوه الفطيره بتاعتي. وبعدين بقى بقفلها وافردها بقى كده واحطها في الصينيه على ما نخلص بقى الكميه اللي معانا.
واحدة بالسكر واحدة بالبطاطس، سكر وبطاطس، عندك جبنة، عندك حاجة، عندك حتى لو خضار كده هو زيتون وفلفل أخضر وحاجات من ده احشيها، أي حاجة أي حاجة بتمشي. وبص بقى دي عملتها كده إيه يعني بنظام إيه جنب كده، عملتها حشتها وأقفلها من الجنب كده. يعني عملت كم يعني شكلتهم على نوعين كده. وهنبدأ بقى خلاص يا حبايبي، احنا خلصنا وهنجيبهم بقى ايه، نسيبهم بقى لما يرتفعوا في الصينية، يعني اما يتخمروا مرة تانية هنغطيهم ويتخمروا المرة التانية في الصينية حوالي ربع ساعة كده. وبعدين شغلت الفرن، كنت سخنت الفرن ودخلتهم كده. بصوا طالعة زي الفل زي الفل، وهتشوفوها. بصوا يا حبايب قلبي جميلة اهي، طالعة ما اقدرش اقول لكم دي بالسكر و... ودي بقى ايه اللي هي دي بالسكر. معروفة أنا حتى الصينية دي اللي فيها دول بالسكر، وبرضو التانية برضو اللي هم الصغيرين دول كنت عاملاهم برضو بالسكر، اللي هم التانيين لوحدهم اللي في الجنب دول. وبصوا يا حبايب قلبي والله ما اقدرش اقول لكم جميلة جميلة جميلة. بصوا ورغم كده يعني ايه من الاسمر دي الاسمر اللي هو الحبة الكاملة القامح، انا ما بخلوهوش من عندي، وبيبقى زي الفل بيبقى زي الفل. بصوا طلعنا بقى، هنطلع الصينيه التانية كمان. بصوا الصينيه نظيفه وجميله ازاي. بصوا بقى الارضيه، بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا الجمال يا حبايبي. جميله جميله جميله، ومحشيه بطاطس كده ومغمسه كده نفسها وجميله. وده كان الفيديو بتاعنا، ولو وصلتوا لعند كده ما تنسوناش بقى في اللايكات، اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله ما تحرمش منكم ابدا ابدا، من حبايبي المتابعين من جوه مصر ومن بره مصر. أشكركم جدا جدا كل حبايبي اللي معايا على القناة وتعليقاتكم الجميلة، ويا رب يجعله في ميزان حسناتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا بتبسط قوي قوي بتشجيعاتكم وكلامكم لينا الحلو وتعليقاتكم وكومنتاتكم الجميلة، يا رب يجعله في ميزان حسناتكم يا حبايبي، يا رب يكرمنا ويكرمكم، اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا بقى دي كده خلصنا بقى الفيديو بتاعنا الجميل ده. حبة كده مخبوزات عسل عسل عسل. بصوا طريين وجمال، طريين وهشة، عجينة هشة على قد ما هي. بصوا عجينة سمراء بس هشة دي أسمر بس هشة وجميلة جميلة من جوه. بصوا البطاطس جميلة. أنا مش عارفة أفتح، أنا دلوقتي ماسكة التليفون بإيد مش عارفة أفتحها كده بإيه، بإيديا كده أوريكم بقى الجمال. بصوا أها، بصوا بقى من جوه البطاطس جميلة والسكر وجماله. كل بقى كوباية شاي بقى أو كوباية لبن، كوباية نسكافيه جميلة في الفطار وانت قاعدة كده بقى بره كده في البراندة أو في أي مكان حلو كده الصبح كده. الله الله على الجمال، الله. ما تنسوناش يا حبايبي بقى في اللايك، في اللايك واشتراك في القناة. ما تنسوناش يا حبايب قلبي. وده كان الفيديو بتاعنا سريع وفيديو جميل، واعملوها وجربوها وأشوف وشكم على خير.